انا زعلان على النادي الاهلي. بكل صراحه زعلان. ايه اللي انت عملته ده يا اهلي؟ بتتهزم من انبي، اقل فريق في الدوري المصري. طب اتهزم من الزمالك، طب اتهزم من بيراميدز، طب اتهزم من اي فريق تاني. من انبي مش بقلل من انبي، ولكن ده اقل فريق في الدوري المصري. مدفوع فيه فلوس، ده انت جايب لاعيبه بمليار، تطلع كده وتتهزم من اول مشاركه في كاس رابطه او عاصمه مصر. وايه انت بتتهزم في الكاس؟ مين اللي عامله بقى؟ رابطه الانديه المصريه، وانت شاك رابطه الانديه المصريه، فبالتالي تتهزم في اول مشاركه ليك. بكل صراحه الشعب المصري كله هيفرح فيك. هقول لك ليه. انت رحت شكيت اتحاد الكوره، ورحت شكيت رابطه الانديه، وقدمت شكوى فيهم في اللجنه الاولمبيه. ليه؟ كنت عاوز حكام اجانب، ومع ذلك المفروض كنت عند قرارك امام نادي الزمالك، ودي كانت حجتك. بتشارك ليه بقى؟ واول مشاركه ليك اتهزمت. شكلك وحش يا اهلي، كل صراحه شكلك بايخ يا اهلي، شكلك وحش يا اهلي. انت منزل لعيبه ما لعبتش اساسا. كنتوا بتدربوا فيهم ايه؟ كنتوا بتعملوا فيهم ايه؟ كنتوا منزلينهم كده يتفرجوا؟ ده قفشه اللي احنا كنا بنقول عليه هيعمل حس كده، هو والبتاع اللي انتم مجددين له التاني ده اسمه ايه؟ كنا بنقول هيعمل حس كده، لا عمل ولا غير. يحيى، انا لما يحيى عطيه الله نزل، وايه التشكيله اللي انت نازل لي بيها دي يعني؟ ايه التشكيله اللي انت نازل لي بيها دي؟ عاوز اعرف يعني ايه اللي انت منزلهم لي دول؟ عندك اصابات، روح هتجيب ايه ده؟ حمزه مش عارف مين، عمر الساعي ماشي، عمر الساعي كويس، وخالد وياسر وعطيه الله واكرم توفيق والسوليه ماشي، احمد رضا قفشه، الساعي تاني سمير. ايه دول اللي انت نازل بيهم دول؟ ايه دول يا أهل؟ مين دول؟ ده انت بتلعب في كاس، بتشارك في كاس الرابطه اللي انت شاكيها. يعني انت بتشارك في كاس، في 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 مؤسسه عامله كاس انت شاكيها المؤسسه. وكنت عاوز حكام مصريين، اديك لعبت بالحكام المصريين ولا خطا تحكيمي واحد شفناه. خطا تحكيمي واحد واتهزمت برضه. يعني كده مالكش اي حجه تماما. كده المفروض النظريه وضحت ان الاهلي كان اجل المباراه وعمل حوارات ومش عارف ايه عشان الحكام، واديك لعبت بحكام. المباراه كانت سلسه جدا، لا انت لعبت ولا انبي لعب، ومع ذلك انبي هزم. مالكش اي حجه. شكلك وحش خالص. ليه؟ ليه تهزم ليه؟ عارف لو انت وتهزم في اللحظات الاخيره يا راجل. عارف لو انت تعادلت 0-0 ماشي، كل واحد خد له نقطه وخلاص. اتهزم 1-0، الاهلي يتهزم 1-0، دي كارثه. عارف يعني ايه كارثه؟ كارثه في حق النادي الاهلي. ده انت كده يا جدع، يعني الزمالك خد منك 3 بونت وهيخصموا منك كمان 3 بونت، وتتهزم من انبي للمره الثانيه على التوالي. ده انت لو اتهزمت الثالثه اسمك هيتشطب يا راجل. البطولات اللي انت عملتها دي هتتمحي. بتعمل ايه بس؟ تهزم من انبي؟ طب اتهزم من اي فريق تاني، من الزمالك ولا بيراميدز ولا زد؟ من انبي؟ انبي فريق كبير وقوي ما قلناش حاجه، بس انبي قدام الاهلي. الاهلي عنده لعيبه بمليار. هو الليمبي الليمبي مين؟ انبي عنده ايه؟ هزيمه وحشه يا اهلي. كنت انسحب افضل، طالما انت كنت مصر بقى بتلعب ليه؟ طالما انت هتتسحب بتلعب ليه من الاساس؟ شكلك وحش يا راجل، شكلك وحش. نزلت باللعيبه تتفرج على نفسها كده، لا في تفاهم بين اللعيبه، لا في ربط بين المفروض الكره الشاطت يكون انا عامل حساب انط زي ما الزمالك بيعمل، الكره تكون هدف. ده يشوط لك الكره فوق، ده يشوط لك الكره هنا، ده يشوط لك الكره هنا، ده يرجع يدافع، ده يطلع. ايه اللي انت عامله ده؟ تشكيله سيئه جدا. اللعيبه الاحتياط اللي عندك دول ما يسووش بصله، مش هينفعوا في اي حاجه. ده الزمالك لما بينزل لاعب من الناشئين اللي عنده، تاني يوم بيكون جاي لهم عروض، مع ان الزمالك في اسوأ حالاته. انت في افضل حالاتك ومنزل المفروض اللي على الدكه عندك كلهم بالناشئين، المفروض تلعب يا راجل. تتهزم من ايه ب1-0؟ شكلك وحش يا اهلي، ويا ريتك كنت اتسحبت. انا بقول لك اهو، يا ريتك كنت اتسحبت عشان شكلك وحش خالص.